يا صباح الفل والهنا على عيونكم، يا صباح كل حاجة حلوة. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في اي حاجة نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. نبدأ بسم الله كده، والنهارده نشوف معانا الفيديو فيه حاجات كتيرة جدا ومختلفة، ان شاء الله تعجبكم ويعجبكم الكلام اللي هنتكلم في الفيديو فيه النهارده. وان شاء الله بقى كده تحطي لي اللايك وتشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني، فضلا وليس امرا منك طبعا، علشان القناة الجديدة تنور بيكي والعيلة الصغيرة بتاعت سارة تكبر بيكي من تاني، ويكون لنا عوض ان شاء الله مكان القناة اللي راحت بإذن الله. نبدأ بسم الله كده ونصلي على الرسول. أول حاجة وهي رحت السوق، وانتوا عارفين ان انا عندي هنا السوق بالاسبوع اللي هو كل خميس، فانا بقسم حاجات الاسبوع، يعني بجيب يوم الخميس اللي هو الخضار والفراخ وفرخة مثلا او الحاجات دي، وممكن اجيب نواشف من السوق وممكن لا. تعالوا نشوف جبنا ايه. وهي اول حاجه بدات بيها هي خضره المحشي، لان من قبل العيد ما عملتش محشي يا بنات، فصراحه كنت عايزه اعمل محشي من زمان مش عملته. فجبت خضره محشي وجبت طماطم. الطماطم بصوا كانت جميله جدا، كان الكيلو ونص ب10، حمرا كده وحلوه قوي، كانت عاجباني عشان حمرا صراحه. وكان في طماطم الكيلو ب5 بس كانت طريه سنه، جبت برضو 4 كيلو منها. وبس الصراحه اول ما جيت من السوق عشان الجو حر غسلتها وكيستها في الفريزر على طول. تمام. فجبت بقى ال3 كيلو دول، قلت يعني ايه جامدين كده للسلطه، لو عوزت اعمل سلطه ولا حاجه جنب الاكل يبقوا برضو ايه موجودين في التلاجة. وجبت البطاطس، والبطاطس كان الكيلو عامل 10 جنيه. كان الكيلو عامل 10 جنيه، جبت الكيلو وربع من الراجل، جبت كيلو وربع من الراجل. بصوا، وبتاعه الميزان دي حط لي واحده بايظه، يعني الله يسامحك يا عم الحاج لو بتسمعني. جبت الكيلو وربع منه ب10، فجبت كده اللهم صل على سيدنا محمد، جبت ب50 جنيه. جبت ب50 جنيه بطاطس، كانت الحباية كبيرة كده وحلوة، وكان عندي قلت ان شاء الله ايه يمشوني حبة محترمين يعني. فالافضل والاحسن ان انت تجيبي حاجتك صراحه بالاسبوع، بتوفر عليكي جدا. انا بحس ان احنا مثلا لو اشترينا اكل كل يوم ده اهلاك فلوس بكتير يعني بزياده. فاللي انت تجيبي حاجتك بالاسبوع او كل 3 ايام او كل 10 ايام ده الافضل والاحسن، حتى لو انت سوقك يومي. جبت هنا ملوخية، والملوخية كانت رخيصة جدا على فكرة، كان الكيلو على بعضه ب10 جنيه. فجبت الربطتين دول، الست اديتهم لي الربطتين، وورق العنب ادتهم لي ب10 جنيه والله العظيم. يعني مش عارفة بقى كان عشان آخر السوق، والست يعني الجو كان حر جدا وهي كانت عايزة تقوم، فقالت لي بصي خدي ربطتين الملوخية الصغيرين دول وحبة ورق العنب ب10 جنيه. قلت والله ما أنا مزعلاكي، ولو عايزة 20 كمان. بصوا يعني الناس اللي زي دي نقدرها يا جماعة ونحترمها جدا جدا. الناس الستات الكبار أو الرجالة الكبار اللي بيقعدوا بحبة خضرة، دول يستحقوا كل الدعم والله. لو وصلتي معايا لحد هنا بقى فضلا وليس امرا حطي لي اللايك يا جميل يا سكر يا اللي بتسمعيني، واشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني. جبت ايه تاني؟ جبت على فكره جبت ليمون ورا اهو، بس نسيت اقول لكم عليه. جبت نص كيلو من الشعريه، وانا كان عندي من الاول، فالنص كيلو مع اللي عندي هيمشي برضو الدنيا وهتبقى تمام. وجبت ربع كيلو من الفاصوليا. وعايزه اقول لكم بقى كان عندي طبعا من تسويق، من صراحه من التسويقه اللي هي العيد وبعد العيد، كانت الحاجه فاهمين اللي هي يعني الحمد لله بفضل ربنا الحاجه كانت متوفره بشويتين تلاته. جبت ايه تاني؟ جبت كيس سكر. وصراحه اول مره اجيب كيس سكر مع حاجات السوق مع الخضار، بس انا قلت ايه في حاجات استغنيت عنها كتير فتوفر معايا فلوس، فجبت كيس سكر مش هيخسر طبعا، اليومين دول عصير غير الشاي غير ده. فجبت كيس سكر. وجبت بقى ده ايه يا ساره؟ ده علف للطيور. صراحة كنت مشيت بدري على السوق وما فطرتهمش، فجبت لهم معايا وانا جايه كده وكنت لسه هفطرهم. وده علف اسمه بادي يا بنات. آه انا بصراحه من عادتي بحب اربي طيور جدا جدا، فانت برضو لو اتاح لك الفرصه ان انت لو عندك واسع، لو عندك على السطح، عندك تعرفي تبني عشه مثلا جنب البيت او على السطح عندك، ما بصي استغلي الفرصه دي هتفيدك جدا وهتوفر عليكي حاجات كتير. طبعا تربية الطيور في البيت يا جماعة بتلم خير البيت وبتلم الرز بتلم العيش، طبعا لو عندك مكان، عشان بس ايه محدش يرجع يقول انت مش عشان عندك مكان بتتكلمي. لا والله انا عندي حتة صغننة خالص كده، فبس بحاول ان انا استغلها ويلموا خير البيت زي ما قلت لكم. هنا بقى جبت فلفل الوان. وعايزه اقول لكم ان احنا في الارياف اللي احنا فيها الفلفل الالوان بيجي السوق انتوا عارفين زي من العيد للعيد، اه والله العظيم. فساعة ما بالاقيه باجيبه صراحة. فجبت كده دول كانوا نص كيلو، والنص كيلو كان ب15 جنيه، كان الكيلو على بعضه ب30، فجبت نص كيلو. أنا بحب الفلفل الألوان جدا، وبحب أدخله في أي خلطة أنا بعملها. فكده يا رب الطلبات تكون عجبتكم وأكون برضو خفيفة على قلبكم. وتعالوا بقى لو وصلت معايا لحد هنا، اوعي تنسي تحطي اللايك، اوعي تنسي تحطي اللايك وتشتركي في القناة. أنا بقول لك أهو، أنا شايفاكي ها. هنا بقى جبت إيه؟ جبت بصل. والبصل
كان الكيلو ب10 جنيه، فجبت كيلو ونص لان انا عندي اصلا من الاول، فكيلو ونص يعني هيمشوا الدنيا مع الخضار مع الطلبات. وبحاول ان انا ايه يا بنات اللي هو انتوا فاهمين الحاجه ما عادش ينفع تفضل. تعالوا هنا بقى، جبت باميه، والباميه كنت جايباها قبل السوق بيوم، من واحده صاحبتي يعني عندها، هي زارعه باميه وكده، فجبت منها كيلو. فانا كنت جايبه منها الباميه دي العصر يا بنات، والله حطيتها فتره اللي هو يعني رحت السوق وجيت عشان اطلعها عشان اصورها مع الطلبات، لقيت التلج هراها من جميع النواحي زي ما انتم شايفين كده، تلجت في ثانيه. التلاجة كانت شديده وانا ما خدتش بالي منها. هنا بقى كنت أنا مش عارفه ايه جاب لقطه اللي هو انا بقى السمك. وجبت ايه تاني، جبت بقى الفرخه بتاعتي، بصوا الفرخه بتاعتي صاحيه يا اختي. وجبت فرخة وجبت كيلو ونص من السمك، ويعني السمك بعمله في يوم والفرخة بعملها في يوم. وبقيت الأسبوع بقى ايه، مثلا ممكن أعمل للولاد صينية مكرونة بشاميل، ممكن كشري، ممكن بطاطس محمرة ورز زي ما بنزل لكم كده. يعني مش كل الأوقات لحوم وكده، لا يعني نص الأسبوع كده والتلات أيام في الأسبوع كده. قالت هنا السمك، ويوم الخميس ده بنعمل سمك ورز وسلطه. وكان يوم مجهد صراحه، يعني انا في الفيديو اللي فات كنت بقول لكم انا بعمل الروتين كل يوم الخميس، لا ما قدرتش الصراحه ان انا اكمل الروتين كل يوم الخميس. ف عملت بقى، كنت جايه من السوق كان الجو حر وكنت تعبانه جدا، فعملت السمك وعملت الرز وسلطه. وعملت بقى هنا عصير التان كده، وكان الكيس ده ب10 جنيه، بس عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا، انا بحبه قوي صراحه. فاحنا كنا بقى كان الجو حر جدا وكنا نتغدى ونشرب العصير يعني. فعملت عصير وسبته يسقع في الفريزر عبال ما الاكل يجهز. طبعا انا عارفه ان الحاجات دي مش صحيه، بس احنا بنقول ايه بديل البيبسي والحاجات دي يعني. طبعا الجو حر والغدا اصلا بيجي في التوقيت اللي هو ايه ما بين العصر وما بين الظهر، فبيجي في وقت حر جدا. فبتبقي عايزه تشربي حاجه ساقعه بعد ايه، بعد الغدا. ساعات بعمل ليمون بالنعناع زي ما انتوا شفتوا في الفيديوهات قبل كده، ساعات بعمل عصير تانك. اي حاجه ساقعه بعد الغدا، لان انا اصلا مش من كيفي الشاي، يعني مش بحب الشاي، يعني حضر زي ما حضرش عادي خالص. وهنا بقى كنت قلت لكم انا عملت العصير، وتعالوا بقى اقول لكم على حبه نصايح كده ممكن تفيدكم شويه. لما تروقي مكان في البيت مثلا ترويق عميق، وان انت مسحتيه وعطرتيه، ومثلا يعني مثلا لو اوضه النوم نزلت الدولاب وطبقتيه وعملتي فيها تنظيف عميق وتسريحه وروقتي كله وشلتي منها كل الكركبه، وجيتي مثلا خلاص الدنيا بقت تمام، فمش عايزاها تتبهدل وتحسي ان مجهودك راح في الارض. دايما بقى ايدك فيها، يعني مثلا حبه هدومك كركبوا طبقيهم، التسريحه اتبهدلت وانت واقفه كده رصيها، هتحسي ان ايه، ان الموضوع واحده واحده هتيجي، الموضوع هيجي معاكي بالراحه. ان انت هتحسي ان انت دايما عايزه بقى تشوفي خلاص الحاجه دي نظيفه والحاجه ديت مرتبه، فان انت تحاولي مش خلاص بقى روقتها ترويق جامد وتنظيف عميق، خلاص بقى ان انا اسيبها ايه تتبهدل تاني وارجع اروقها تاني ومجهود تاني، وان انا اكسل بقى الدنيا اتكركبت فوق دماغي فمش هعملها. يكن برضو اوضه الاطفال، يعني مثلا علمي الولاد ان هم يروقوا مطرحهم، حتى لو هم صغيرين ومش هيعرفوا مثلا ان هم يعملوا مكانهم، لا خليهم يظبطوا وانت اعملي وراهم، بس عوديهم من هم صغيرين ان هم يروقوا الدنيا وراهم، ما يخلوش كركبه، ما هو كركبه هتجيب لك انت دوشه، يعني بصي هتحسي ان الدنيا ضغطه معاكي، وان دي عايزه تتروق ودي عايزه تتروق، فهتحسي ان المسؤوليه بزياده عليكي قوي. فانت زي ما انا قلت لك، لو عملتي مثلا تنظيف عميق في اي اوضه من البيت، خلي ايدك بقى فيها على طول، ما تسيبهاش ان هي تتكركب تاني وترجعي تعملي فيها روتين من الاول. والمطبخ كذلك، يعني مثلا وانت بتجهزي الغداء اغسلي كل الاطباق اللي انت استعملتيها، هيتبقى معاكي بس ان انت هتاكلي، وهيبقى معاكي مواعين الغداء. لكن لو سبتي المواعين اللي انت عملتي فيها الغداء ورجعتي تاني سبتي المواعين اللي انت استعملتيها في وانت بتجهزي اكل وسبتيها مع مواعين الغداء، هيبقى الموضوع عليكي كبير جدا. فيعني بصي هتحسي ان انت لا في مواعين كتير قوي. ده لو انت في استطاعتك ان انت تعملي كده، ممكن تكوني انت واقفه بتطبخي وتعبانه فمش قادره ان انت تعملي مثلا المواعين اللي انت استعملتيها في تجهيز الاكل، خلاص عادي سيبها مع مواعين الغداء، ما تضغطيش على نفسك. بس انا بقول لك الحاجات اللي تريحك والعادات اللي ممكن تتعودي ان انت تمشي عليها. يعني انا عندي واحده صاحبتي كانت هي بتعمل روتين في البيت، مشكلتها بقى كلها ان هي بتعمل مثلا تنظيف مثلا في الاوضه او في الصاله او في اي مكان في البيت، تنظيف عميق، خلاص بتقول بعد ساعتين بالظبط او ساعه بلاقيت بهدل تاني من الولاد، وبحس ان انا كل اللي انا عملته راح في الارض. ما انا عشان كده بقول لك لما تعملي تنظيف عميق في حاجه ما تسيبهاش لما تتكركب تاني من اول وجديد وترجعي تبداي فيها وتكسلي عليها، لا ابدأي ان انت خلاص نظفتي المكان ده وعايزاه دايما يكون نظيف، ايدك فيه على طول.
على قد استطاعتك اعملي. يعني انت لو انت قادره ان انت مثلا، انت كده مثلا هترجعي تقولي لي في الكومنتات لا يا ساره ما احنا كده هنروق كل ثانيه، لا والله مش كل ثانيه ولا حاجه. لما تروقي حاجه وتحسيها ان دايما نظيفه ولقيتيها اتكركبت ونضفتيها مثلا في اليوم مره، هتلاقي الدنيا معاكي بقت تمام. طيب المصروف ما عادش بيقعد يا ساره والدنيا بتروح كده، وحاسه ان الموضوع بقى يعني خلاص ما عادش فيه سيطره. بصي يا حبيبه قلبي، لو انت بتاخدي بالشهر اعملي دايما حساب ان خلاص بقى، زي ما انا قلت لكم كده في اول الفيديو واحنا بنتفرج على الخضار، قلت لكم ما عادش الحاجه تتبقى وتقعد يا جماعه. يعني معناها يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا تروحي انتوا تكونوا مثلا اتنين في البيت او ثلاثه وتروحي مثلا تجيبي كيلو باميه، تعملي نصه ويفضل نصه ما يبوظ، لا مش عارفه ايه. انا من الناس اللي ما بحبش التفريزات تماما، اللي هي فدايما بجيب الحاجه اللي هي ايه يعني بتاعت وقتها، فاهمين؟ بخزن مثلا توم، بخزن ورق عنب، بفرز طماطم، يعني بقى ممكن اخزن مانجا، حاجات بسيطه جدا من الفراوله. لكن بقى اخزن كل الاكل، يعني بشوف ناس بتفرز كل حاجه لحد البصل المتحمر، لا انا مش بحب كده صراحه، مش من هوايتي يعني. فلو انت مثلا اتنين او تلاتة او اربعة، ممكن مثلا لو انت يوم حاسة ان انت عملتي مجهود جامد وان تاني يوم بقى لا يا جماعة انا هفصل عايزة اريح، فانت اعملي اليوم ده، اعملي مثلا الاكلة تكفي لتاني يوم، ان انت مثلا على قد تطلعي تسخني الاكل بس وتحطيه. برضو في نفس الوقت برجع اقول لك ما تجيش على نفسك علشان خاطر اي حد، محدش هينفعك، محدش هيشيل مكانك التعب، ولا حد هيوفر من صحته ويديكي صحة ليكي. فدايما حاولي ان انت تعملي على قدك، وفي نفس الوقت ما تكونيش مقصره في حاجه. طبعا احنا كلنا ستات بيوت شطار، وبنعرف نمشي امورنا ونعرف نمشي دنيتنا، بس على قد ما تقدري مشي دنيتك ومشي حياتك، وما تبصيش في عيشه حد، ولا تقولي دي جابت ولا دي عملت. ان شاء الله ربنا يفرج عليكي وتجيبي كل اللي بتتمنيه. ويا رب اكون كده خفيفه على قلبكم، والفيديو يكون عجبكم النهارده. ولو وصلتي معايا لحد هنا بالله عليكي اوعي تنسي تحطي لي لايك قبل ما تطلعي من الفيديو، وتشتركي بقى في القناه لو اول مره تشوفيني. ربنا ييسر امورنا واموركم يا رب. وهنا بقى خلاص كنت شططت المواعين مطرح ما اتغدينا، وقلت لكم اليوم ده كنت عملت رز وسمك زي ما انتم شفتوا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.